النجم الكبير باسم مرسي نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، برحب بيك. واعتقد باسم مرسي واحد من اللعيبه الكبار اللي بيعتمد عليهم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني في الفتره الاخيره. ثبت اقدامك بقوه، لكن مش عارف مش عارف ايه مش عارف في حاجه مضايقاك؟ لا مش مضايقاني والله، بس انت عارف احنا جايين المشكله اللي حصلت، الناس اللي انا كنت طرف فيها وكده، زعلت يعني منك كابتن حازم. اللي هو قال كانت مشاده، هي ما كانتش مشاده. هو الناس بتشتم النادي اللي انا بلعب فيه، اللي انا بنتمي له، وشتمتني وسبوا الدين وسبوا يعني شتم شتيمه ما ينفعش اقولها. فيعني انا ما ازاي اللي انا ما اردش عليهم واقول لهم كده غلط وكده عيب يعني. طلعت انا في الاخر برضو انا اللي غلطان. اي حاجه باسم مرسي تحط فيها بيطلع باسم اللي غلطان. لا ما الناس تقول الحقيقه، انت فاهم. انت كنت يعني مهيب، انت كنت ايه، عايز تهدي الدنيا وتهدي الاجواء، انا عارف كل ده. بس اللي كان الناس تعرف، الناس دي شتمت النادي وسبوا للنادي وسبوا لي. كان لازم يعني لازم كل الكلام ده يتقال. انا مش بلوم عليك ولا بلوم، وكابتن حازم برضو الكلام بقى بحبه. كابتن حازم بيحبك جدا لا جدا. لا كابتن حازم انا بحبه جدا، ويعني والكاميرا قدامك ووضح يا مش باسم. بوضح، انا مش بوضح، انا بقول لك انا وضح، انا بس عملت قائمه معاك يا مهيب عشان اقول لك اللي الناس ثبت لي وثبت لي النادي اللي انا بلعب فيه. وانا ما استحملش اما اشتموا النادي اللي انا بلعب فيه، ما استحملش ان انا ما اردش عليهم ولا ان انا لعيب بقى. انا في الوقت ده ما فيش لعيب. انت ماشي لقيت ناس بتقول لك كلام ما ينفعش يتقال طبعا. هو ولا كابتن حازم يقصد ان انت دلوقتي بقيت نجم كبير. يعني باسم مرسي دلوقتي واحد من نجوم منتخب مصر، نجوم الزمالك، المفروض تتحكم في، هو يقصد كده. ايوه ماشي، ما اتحكم في اعصابي، ما اروحش اقول له كده غلط وكده عيب يعني. اقول له انت بتشتم ليه؟ لا طبعا، لا طبعا. ماشي. وبعدين كابتن حازم قال لي انا ما بتصورش مع الناس. ما هو برضه كابتن حازم عايز اعرف كده يعني. حبيبك بقى. لا حبيبي، انا كابتن حازم قال باسم وحش، باسم ما عندوش فكره، انا مش هزعل. لكن هو يعني دخل في شخصيته ان انا بتنك وانا بتعالى، الكلام ده ملوش يعني. لا انا عارفك كويس يا باسم. ما فيش الكلام ده، انت أنا عارفك معانا طول الرحله مهيب. واسال اي حد، اسال مش عمال. الرحله دي بس، احنا بقالنا سنين مع بعض. انا بقول لك يا مهيب اسال اي حد، انا عمري ما اتنك على حد ولا ادور على حد عامه يعني. يعني انا بحب الكابتن حازم جدا وبحترمه جدا، ومهما اقول انا عمري ما ازعل منه. ده كان كابتن نادي الزمالك في يوم من الايام، وكان يعني من اعظم اللعيبه اللي جابتهم مصر، مش نادي الزمالك بس. انا بحبه جدا وبحترمه جدا، ومهما اقول انا عمري ما ازعل من كابتن حازم. بس انا كنت عايز اوضح النقطه اللي انا ما عملتش حاجه لسه عشان اتنك ولا اتغر، ولو عملت مش هتنك واتغر. هو اكيد في معلومه وصلت غلط، لكن هو بيكن ليك كل احترام وتقدير، وعارف موهبتك كويس، وعارف ان انت اضافه كبيره لنادي الزمالك ومنتخبنا. انا بحترم الكابتن حازم يعني، امام بحترمه جدا وبحبه جدا، ويعني ما دودار بس عايز ينام شويه. فانا بقول لك كابتن حازم حبيبي، انا مش زعلان منه والله، بس انا زعلت له الف حاجات في شخصيتي هي مش موجوده تماما اصلا يعني. عارف اللي بيزعلني مهم اللي بتبقى انت حاجه مش في شخصيتك خالص، والناس تقول لك عليها اللي انت بتتنك وتغرب. اقسم بالله قول لي في الحديث بس، وده حقك، وما بس تتكلمش كتير، وده برضو حاجه كويسه. انا بعد ماتش الاتحاد كابتن حازم انا ما رحتش صورت مع الناس. انا اقسم بالله العظيم بعد الماتش رحت للناس المدرج، بعض الناس نادوا عليا من جمهور الزمالك ورحت صورت معاهم، وجمهور الاتحاد وتصورت معاهم. هم يعني ما اعرفش شمس ايه اللي انا مش ما ينفعش اتصور في الشمس شايف ان في تحديات قدامك في الفتره اللي جايه؟ اه طبعا في تحديات جامده جدا، تحديات جامده جدا الفتره الجايه مع منتخب مصر. عندنا معسكر بكره مع منتخب مصر، ربنا يكرمنا ان شاء الله المعسكر كده ونصعد بطولة افريقيا. ومع نادي الزمالك عندنا كاس وعندنا كونفدراليه، وربنا يكرمنا نقدر ناخدهم يعني ان شاء الله. موسم كان شاق جدا خاصه ليك، بذلت فيه مجهود غير عادي واديت بصوره جيده جدا جدا. المفروض اللي باسم بيتمناه، بيتمنى مثلا فرصه لالتقاط الانفاس، حاسس ان انت تعبان عايز تريح شويه، الموسم لاحم في بعضه، منتخب مصر والزمالك، ايه اللي بيدور في دماغك؟ بص يا مهيب عايز اقول لك حاجه يعني، انا المفروض اللاعب الوحيد اللي ما راحش في نادي الزمالك، ومش هطلب ان انا اريح ومش هطلب ان انا اريح. هو المدير الفني عارف ان انا مرهق جدا، بس مصر ان انا ابقى موجود، وانا حابب ان انا ابقى موجود، مش حابب اريح. انا عندي معسكر بكره مع المنتخب، هروح مش هريح، وهرجع مع الزمالك هلعب الماتشات مع الزمالك ومش هريح. يعني عايز اقول لك حاجه مهيب، اللي انا
يعني الفتره الجايه دي انا نسيت السنه اللي فاتت خلاص، يعني الدوري احنا خدناه الحمد لله، لسه بقى يعني نفكر في اللي جاي. يعني مش هنعيش على السنه اللي فاتت، احنا اخدنا الدوري، احنا اخدنا الدوري كل حاجه، في بطولات جايه، في كاس مصر، في بطوله افريقيا، في تصفيات بطوله افريقيا مع منتخب مصر، فدي كلها حاجه جايه الواحد لازم يجهز لها كويس جدا. بس بقول اللي انا يعني بعض الناس لما بتتكلم تقول لك بس ما عادش ومش عارف مستواه، لا مش مستواه، هو مش في نهايه موسم على فكره، بس قبل ما نقول مش كل ماتش اللي باسم مرسي يجيب جون او اتنين، لا مثلا الجون ده توفيق ومن عند ربنا. تمام، انا بتعب واعمل اللي عليا واسيب بقى على ربنا. جبت جون جبت، ما جبتش احاول اساعد زمايلي اساعدهم، ما جبتش خلاص، انا بقعد بعمل اللي عليا اقصى عندي، انا حاجه انا بعملها، ومع اتفاق مع الجهاز الفني بتاع مستر فيريرا يعني. يعني دويدار من اللعيبه القريبه منك جدا، واعتقد دايما نصايح نصايح نصايح. المعلم الجديد اللي في نادي الزمالك. معلم معلم حسن شحاته، كابتن حسن شحاته. ايه؟ المعلم الكابتن حسن شحاته طبعا. لا بقول لك معلم مع اللعيبه، يعني ما شاء الله نصايح حاجه برضه ما عايز اقولها، يعني دويدار بقى له ما شاء الله 4 شهور ما بيلعبش. لا ما شاء الله. امبارح يعني من نجوم المباراه طبعا، يعني دي حاجه تحسب له طبعا، وانا بشكره، هو لعيب كبير ولاعيب ممتاز طبعا. يعني بقى له 4 شهور ما بيلعبش، يلعب زي ماتش زي ده وفي تونس، وفي حساسيه بين تونس ومصر. كان معاك. كل شويه اقول لي كده. لا احنا ونفس الدقن بس الاول. ما تعلقش الشباك ده عشان نقول بس. يعني نفس الدقن ونفس القصه حاجه. لا انا باسم انا بحبه، من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. لعيب طموح، يعني هو شوف هو بيقول لك هو اللعيب الوحيد اللي ما ريحش من لعيبه نادي الزمالك كلها. عارف انت من نوعيات الكابتن حسام حسن، النوعيات اللي هي بتحب تبقى موجوده على طول في الملعب، تحب ان هو يبقى على طول بيحب يهدف. الفتره اللي فاتت بقى له ماتشين ما فيش اجوان بتخش، بيبقى زعلان، بيحب يتمرن لوحده، بيحب طموح، مركز في منتخب مصر. فيا رب ربنا يكرمه الفتره اللي جايه.